لو بتدور على طريقة تحول بيها صورتك لكاريكاتير يبقى انت في المكان الصح. جبت لك بدل الطريقة 2 الطريقة الأولى ودي اللي شرحناها في الفيديو اللي فات لو عايز ترجع له باستخدام موقع لايت اكس، والطريقة التانية ودي اللي هنشرحها النهاردة باستخدام موقع cricketteer.io. ركز معايا في شرحها كويس جدا ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهارده جايب لك موقع جامد جدا لتحويل صورتك لكاريكاتير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده الجزء الثاني. احنا طبعا شرحنا في الجزء الاول موقع جامد جدا اسمه لايت اكس، فيه مميزات رهيبه وفلاتر كتيره جدا جدا. لو انت ما سمعتش الفيديو ده اتمنى ان انت ترجع وتسمعه، صدقني مش هتندم. الموقع الثاني اللي معانا cricketteer.io، موقع جامد جدا وما بيحتاجش منك تسجيل دخول ولا اي اثباتات نهائيا. موقع مجانا بلا حدود، وبمجرد ما تدخل بترفع الصوره بتاعتك بيبدا ان هو يحولها لك بضغطه زر. ركز معايا في شرح كويس جدا. كل اللي عليك هتدخل من هنا او تدخل من الزر اللي انا سايبه لك في اسفل التدوينه، تضغط عليه بالشكل ده هيبدا يوجهك مباشره للصفحه اللي انت شايفها دي. كل اللي عليك ببساطه يا صديقي هتضغط على الايقونه اللي على شكل الصوره بالشكل ده، تضغط عليها يوجهك لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك علشان تبدا ترفع الصوره. وطبعا هتسالني طب انا بستخدم اندرويد، طبعا هيوجهك للموبايل بتاعك وهتبدا ترفع بشكل طبيعي. ده موقع يا جماعه يعني يشتغل على الكمبيوتر او يشتغل على الموبايل، اندرويد، ايفون، ايا كان الموقع بيشتغل على اي جهاز. تمام، تختار الصوره الخاصه بيك وهتبدا تضغط اوبن، هتترفع معاك بالشكل ده. كل اللي عليك دلوقتي هتنزل للاسفل عشان تختار الستايل. طبعا زي ما انت شايف بالشكل ده دي استايلات خاصة بالبنات، فانت عندك هنا ده الفريم بتاع البنات وده الفريم بتاع الولاد. طبعا لازم تتأكد من نقطة مهمة جدا قبل ما تبدأ في عملية اختيار الفلتر. زي ما انت شايف كده بمجرد ما بتفتح الموقع هو بيبقى مختار ستايل من استايلات البنات، وكمان بيبقى حاطط البرومبت الخاص بيه. طبعا انت هتحذف البرومبت ده خالص، ولازم تتأكد من الخطوة دي انك حذفت البرومبت نهائيا. وبعد كده تبدأ تدخل على الفلتر بتاع الولاد وتبدأ تختار اي ستايل يعجبك. هتلاقي ستايلات كتيرة جدا وجميلة. انا مثلا هختار في الحالة دي مثلا هختار الفلتر ده، صراحة جميل جدا وعجبني وشكله كويس، فهبدأ ان انا اختاره بالشكل ده وهبدأ ان انا اضغط ابلود اند ستارت. يبدأ ان هو يرفع الصورة ويعالجها ويحولها ويديني النتيجة النهائية. وزي ما انت شايف كده يا صديقي النتيجة جامدة جدا. وطبعا لو انت مش راضي عن النتيجة دي او حاسس ان هي مش شبهك، تقدر ان انت تعمل اعادة رفع للصورة بتاعتك من خلال الضغط على ديليت، وتبدأ تعمل الخطوات تاني من جديد. بترفع الصورة بتاعتك وتبدأ تختار الستايل اللي عاجبك وتبدأ ان انت تحول الصورة الخاصة بيك. مثلا ممكن نجرب الستايل ده كده ونبدأ نضغط ابلود اند ستارت. وطبعا الذكاء الاصطناعي يا صديقي هو كده، لازم تحاول وتجرب، لان الذكاء الاصطناعي مش 1+1=2، لا ده هو بيجيب لك نتائج وحلول مختلفة كل مرة بتضغط فيها جنريت. فطبعا مش كل مرة هتطلع لك نفس النتيجة بالظبط. انا طبعا الصورة اللي عملتها دي انا عملتها من اول مرة بصراحة، بس بصراحة انت وحظك، يعني هو الذكاء الاصطناعي كده انت وحظك. ممكن الصورة تطلع كويسة من اول مرة، ممكن يحصل فيها مشاكل فتحتاج ان انت تعمل اعادة للمحاولة اكتر من مرة. وده كان شرح النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.